لكم بقى الحاجات بتاعه السبوع. بصوا حاجات السبوع، انا ساعه عهد كنت طالبه من بيج كده. فانا بصراحه يعني قعدت ادور لحد ما وصلت للبيج ودخلت على اللينك عن طريق الفيديوهات. المهم دخلت على اللينك وكده، ما لقيتش حاجه جذبتني قوي، ما لقيتش حاجه اللي هو اقول عليها ايه ده واو، مش مصدقه او في اختلاف. لا، حسيت ان هو نفس الستايل، انا ما كنتش عايزه نفس الستايل، انا كنت عايزه اعمل حاجه مختلفه. طبعا انا في عهد كان في غربال والهون وايه تاني. الغربال والهون دول يعني حد كان محتاجهم فاديتهم له من ساعتها. يعني ما طلبتهمش، ان انا ما كنتش عايزاهم. وبرضو طقم السبوع بتاع عهد، والله مش متذكره برضو طلعته، اذا كنت طلعته لله ولا ايه اللي حصل، برضو انا يعني مش متذكره او شايلاه انا، بس انا مش لاقياه. يعني انا مش فاكره ايه اللي حصل يعني عموما. بس يعني ايه، هو لبسته يوم السبوع وكان الله بالسر عليه. المهم، فانا كنت زي ما قلت لكم عايزه اعمل حاجه مختلفه. قعدت من هنا لهنا. كان في بيج صاحبتها اسمها ضحى. ضحى مشهوره جدا، بتطلع في التلفزيون، وعملت كمان لناس كتير قوي، زي ابن صاصه، زي ابن فنانين كتير قوي، ولاد فنانين كتير جدا، مغنيين، مش عارف ايه، بلوجرات، كذا كذا. فعملت لناس في الوسط الفني كتير قوي، وطلعت زي ما قلت لكم في التلفزيون، وشفت شغلها. وضحى اساسا عندي من الاصدقاء على الفيسبوك، فكانت بعتت لي. فقلت لها انا عايزه اشوف الجروب بتاعك طيب وشغلك وكده. المهم شفته انا، الحاجات دي مدفوع اجرها، يعني الحاجات اللي واخداها من ضحى مدفوع اجرها، مش اعلان، عشان بس نبقى متفقين. تمام. المهم قعدت يعني نشوف ايه الحاجات اللي عندها، ايه الحاجات اللي عجباني، طب ايه الحاجات اللي انا محتاجه اعدل فيها، مش عايزاه زي ما هي، لحد ما وصلنا في الاخر للشكل اللي انا عايزاه، او هو ده اللي انا مرتاحه له. في حاجات طبعا انا جبتها من على بنترست، فزي الغربال. انا ما كنتش عايزه العدي غربال تقليدي، انا كنت عايزه العدي غربال حلو قوي، بس في نفس الوقت هي عندها يعني ثوابت. ايه هي الثوابت؟ هي بتحب تعمل من الشغل بتاعها، يعني لما تعوزي تختاري من الشغل بتاعها، ما تختاريش من شغل حد تاني وتقولي لها اعملي لي زي ده. هي يعني ليها بروتوكول كده خاص بيها ونظام بتاعها. اختاري من الشغل بتاعها، وهي لو انت في حاجه عايزه تعدلي فيها بتعدلها لك على ذوقك انت. فاهمين الفكره؟ فتعالوا بقى اوريكم، انا رغيت كتير قوي. تعالوا اوريكم انا اخترت ايه من عندها. وكمان برضو ضحى هسيب لكم لينك الفيسبوك بتاعها تحت في اول كومنت مثبت تحت لينك نعمه، واكتب لكم جنبه ضحى غربال عشان تبقوا عارفين، لان الغربال معجبه بيه خالص. تعالوا بقى اوريكم الحاجه. بصوا، اول حاجه الطقم بتاع السبوع، اللهم بارك. انا عايزه اقول لكم اني يعني انا لما شفته اتصدمت من جماله، ما شاء الله. الكواليتي، الفينش، الشغل، ماتيريال، كل حاجه. بصوا انا مش متذكره سعره كل حاجه الحقيقه، ولكن يعني هوري لكم الحاجه اللي انا مش متذكره اسعار والله العظيم. تمام. اولا هي بتبعتهولك في الباكج بتاعه عامل كده بالظبط، بتبعتهولك في بوكس، يعني مش بعتهولك كده وخلاص، لا. اللي عجبني ان هي مهتمه بادق التفاصيل في شغلها، فهي بعتهولي في البوكس بتاعه بالمنظر ده. تمام. خلينا بقى نشوف ايه الحاجات بتاعه الطقم، او محتويات الطقم عباره عن ايه. اول حاجه السالوت. تمام. نشوف بقى التفاصيل بتاعت السالوت. انا حبيت السالوت تكون في اللطافه. اولا متطرزه باسم عدي. تمام. الناحيه التانية في تاج. حبيت البيبيون قوي. تمام. بالمنظر ده. تفاصيل السلوبت خامتها نظيفه جدا جدا جدا. طبعا الكباسين كلها حاطه لهم استروس بالمنظر ده. الالماظه نفسها بتاعه التاج، انا عايزه اقول لكم ان الالماظ كله يعني نظيف جدا، بيلمع بطريقه مش طبيعيه. حبيت الظهر يكون عليه جناحات
ما يكونش عليه تاج. فيعني بصراحة منظره جامد، عجبني جدا. الماتيريال وكل حاجة، عايزة اقول لكم ان هي قالت لي ان الحاجات دي عشان تشيليها لازم تشديها جامد. الحاجات دي برضو اللي على الكباسين عشان تشيليها لازم تشديها جامد. فاللي هو موجودين يعني بطريقة او محطوطين بطريقة كويسة جدا. ده بالنسبة للسالوبيت. نيجي بعد كده البافيتا، نفس الموضوع. عليها تاج بالمنظر ده، كل حاجة عليها الشغل بتاعها. نيجي كمان للكوفرتا. بصوا الكوفرتا من فوق الستراس بالمنظر ده. احنا عملنا يعني ماتشنج كده ما بين الجولد وما بين اللي هي الكريستالات او الستراس الفضي. برضو اسم عدي هنا بالمنظر ده. ومن ورا برضو الاسم وعليه تاج. بجد يعني انا مش قادرة اقول لكم على الخامة يا بنات ولا الفينش بتاع الشغل. كمان في طاقية، الطاقية برضو الاسم وعليها التاج. وانا كنت حابة جدا ان عدي تتكتب بتشكيل. طبعا معاهم الجوانتي ومعاهم لكلوك، دول سادة معلهمش اي حاجة. بس نيجي هنا بقى خطفة للقلب سريعة، الشوزة بتاعت البيبي بتاعت عدي. بصوا الجمال بتاعها، تحس انه هي ملكية حرفيا. انا حاسة ان هي فعلا ملكية. بصوا الشكل عامل ازاي. الاستروس بتاعها برضو على شكل اساسا تاج، واستروس جولد داير ما يدور. منظرها رائع وزغنطوطي وشكلها بجد تحفة قوي قوي قوي، ما شاء الله يعني بجد كيوت خالص. دي بقى من الحاجات اللي انا كان نفسي فيها قوي. وبرضو طلبت ان هي تعملها لي. الحاجات دي يا بنات نحاس. الدبوس اللي هو بتاع البيبي. بصوا اولا هو كان فيه حاجات غير دي خالص. بس احنا لاخر لحظة غيرنا الحاجات اللعب اللي فيه. طب ايه يا زيزي اللي كان فيه؟ هي كان فيها بصوا هي مبدئيا هنا في ما شاء الله تمام. وفي كمان القلب اللي هو تحسوا ان هو بيضوي كده، بيبي بلو في بينك في الوان. وكمان في اسم عدي بالتشكيل. الحاجات دي كلها نحاس. هو الدبوس سعره غالي حبتين بس عشان نحاس، وبيتعمل عمولة تمام. وكمان في الهلال ده اهو. وكمان في الجمل. انت بتختاري حوالي 5 لعب. الدبوس بيكون فيه 5 لعب. طب ايه اللي كان موجود فيه؟ هو كان فيه 2 تميمة، كان فيه كف وكان فيه تميمة تانية اللي هي العين. طبعا انا لما وريت لطارق قال لي لا تميمة لا يا زيزي عشان التميمة حرام. يعني انا قلت خلاص مش هعملها وكده. المهم من هنا يعني انا كنت مصممه عليها، كان شكلها عاجبني وكانت مديه شكل حلو قوي. فالمهم قال لي يا زيزي يعني مش حرام. قلت له طب انا مش جايباها عشان الحسد ولا حاجه، انا جايباها عشان عجباني والنيه ومش النيه. قال لي مش بالنيه، هي محرمه. قال لي هي محرمه. وده يعني مش عارفه بقى، دخلنا في شرك بالله يعني كان كلام كبير قوي وحوار داير ما بينه انا وهو جامد. بصراحة يعني طالما وصلنا لمرحلة ان هو يقنعني يقنعه، فهو اقنعني. فقلت لا خلاص الحاجات الحرام بلاها منها يعني، او ان يبقى فيها شبهة حتى ان هي تبقى حرام على ايه. فخلاص يعني قررت بقى، قلت لها خلاص يا ضحى غيري لي بس الكف والخرزة الزرقاء. فغيرتهم لي بصراحة، وهي ركبت لي دول. ويعني بصراحة يعني بشكرها على كل حاجه، لان في حاجات كتير قوي كنا عاملين بنقعد اعدل فيها معاها، لا انا عايزه كده، لا مش عايزه كده، لا كذا لا كذا. وهي بصراحه عندها طولة بال مش طبيعيه. نيجي بعد كده للقمر ده وتفاصيل القمر ده. ده الهون. بصوا يعني الديزاين نفسه بيتكلم. انا كنت حابه ان التل يبقى ابيض والتطريز اللي عليه يكون ابيض، او ما كنتش حابه الاوف وايت قوي، كنت حابه الابيض. فبصراحه عملت لي برضو اللي انا عايزاه. وايد الهون بصوا عامله ازاي، شكلها تحفه
يعني شكلها قمر. فمن الحاجات برضو اللي يعني انا معجبه بيها جدا، وتقيله كده، وتحسوا ان التول تقيل مش خفيف، فتحسوا ان كمان يعني التفاصيل بتاعته متكلفه، مش مسترخصه او مش حاجه رديئه او اي كلام. لا بصراحه من الحاجات اللي عجبتني. اخر حاجه هي الغربال. اول حاجه فيه انا اخترت المخده تكون مربعه، اخترت ان المخده ما يكونش عليها تاج، ما يكونش عليها اي حاجه، هي ساتين. حبيت ان هي تكون داير ما يدور كده فيها زي تل بالمنظر اللي انتوا شايفينه دوت. اما بالنسبه للغربال حبيت كمان، اخترت ان الفيونكه بتاعته تكون كبيره بالمنظر ده. ده برضو الديزاينات بتاعتها، بس كانت الديزاينات بتاعتها بتعمل فيونكات صغيره. انا كنت حابه ان الفيونكه تكون كبيره بالشكل دوت، وهي برضو مطعماها بستروس هنا. واخترت كمان ان الديزاين يكون ديزاين تركي، ما يكونش يعني ديزاين عادي. حبيت ان الديزاينات التركي قوي، فبصراحه حسيته تحفه. برضو نفس الموضوع التول حبيت ان هو يكون ابيض في ابيض، وزي الهون بالظبط. وهنا كده زي فايبر بتحطي بقى البيبي عليه. بصراحه حلو ومتين وخامته حلوه. فدي كده الحاجات بتاعه السبوع. بس هو ده كده كان فيديو النهارده. يا رب يكون الفيديو عجبكم، واي لينكات هتلاقوها تحت في اول كومنت مثبت. وهقول لكم بقى السلام عليكم.